جوج ديال البنات صحابات كتر من الخواتات، وكاينين عاوتاني جوج ديال الصحاب اصدقاء، واحد سميتو عبد القادر وواحد سميتو يوسف. وهاد يوسف هذا حتى هو صديق لهاد جوج البنات هادو، اسماء وكوثر. واحد النهار غادي يقول لهم يوسف اسماء وكوثر غادي نتلاقاو مع واحد السيد اللي هو الصديق ديالي وبغيت نعرفو عليكم، وراه هو بوليسي وبغيت نخرجوا هاد النهار هذا، يعني في الويكاند السبت ولا الحد نخرجوا ندوزو هاد النهار هذا بالضحك والنشاط وناكلوا شويه وهكا. البنات قالوا لي ما كاين حتى شي مشكل ان شاء الله. جا السبت، خرجوا نهار السبت، كلشي داز هو هذاك، مشاو خرجوا كلاو نشطوا ضحكوا ودوزوا نهار مزيان وصافي كلشي رجع لدارهم. من بعد عبد القادر دوا مع يوسف، قال ليه يوسف ديك البنت اسماء راه بغيتها صراحه، عجبتني وبغيت زعما ندير معها شي علاقه، والا كان مكتب نتزوجوا ان شاء الله. يوسف داكشي اللي دار، مشى دوا مع اسماء، قال لها اسماء راه بغيت ندوي معاك. قالت له ماشي مشكل قول. قال لها هذاك الدري اللي كان خرج معانا نهار السبت راه شافك وزعما بغاك ما يدير معك واحد العلاقه، وان شاء الله راه هاد العلاقه راه غتكون سيريوه، يعني ان شاء الله الزواج والمعقول هكا. قلت لي صافي ماشي مشكل. فعلا نيت صافي اسماء وعبد القادر تعرفوا على بعضياتهم وصافي، يعني عجبوا بعضياتهم وداروا علاقه فعلا. لكن للاسف كوثر ما عجبهاش الحال. كوثر نهار اللي شافته، نهار اللي خرجوا زعما، عجبها بزاف داك السيد عبد القادر اللي هو البوليسي، ولكن للاسف ما اختارهاش هي، اختار اسماء. ومن هنا غادي يبداو المشاكل ديال بصح، وهنا غادي كلشي غادي يتبدل، وكوثر غادي تبدا دير في الخطط باش تفارق اسماء على عبد القادر. فما خلاص ما دارت، كل مره كتبقى دير المشاكل بين اسماء وعبد القادر، ولكن بلا نتيجه. عبد القادر بغى اسماء لدرجه الجنون، يعني ما كيشوف حتى شي حاجه قدامه. من بعد ما كوثر طلع عليها الدم فكرات في واحد الفكره، قالت غادي نتسنى اسماء حتى تمشي للحمام وغادي نتبعها. وفعلا نيت تسنات اسماء حتى بغات تمشي للحمام، ولكن مشات تبعت اسماء بلا ما تشوفها. فعلا نيت عامو واسماء ما على بالهاش، يعني بقات مخبيه كوثر. حتى سالات اسماء، لبست حويجها، عرفتها كوثر اشنو من اللون ديال الملابس الداخليه لبستهم اسماء، ولبستهم في اللون الاحمر. كوثر مشات كتجري لعند عبد القادر، قلت له عبد القادر راه بغيت نقول لك واحد المساله راه خطيره جدا، راه كاينه الخيانه. قالت اش كتخربقي، اش كتقول؟ قالت لي ها انت شوف، الا ما تيقتينيش راه اسماء راه كتخونك. قال لها واش سطيتي ولا شنو؟ قالت لي راه كتخونك وكتخونك مع الصديق ديالنا اللي هو يوسف، ولا ما تيقتينيش راه كانت معاه اليوم وكانت لابسه الملابس الداخليه باللون الاحمر. رد البال، الا ما تيقتينيش سير تاكد. فعلا نيت عبد القادر مشى للدار ديك الليله. فعلا نيت اسماء لقاها لابسه الملابس الداخليه باللون الاحمر. ما زادش معاها الهضره، هز الفردي ديالو صفاها ليها ومشى لعند يوسف حتى هو لدارو. خرج عنده يوسف لا سلام لا كلام، تيرا فيه
ومن بعد تيرة في راسه. يعني 3 ديال الناس مشاو في دقة واحدة، في نهار واحد، في دقيقة واحدة. بسبب اش؟ بسبب الحسد والغيرة. وقالت علاش انا ما اختارنيش واختارها هي. بسبب الغيرة والحسد صفاتها 3 ديال الناس في دقة واحدة، في دقيقة واحدة. شفتوا البنات؟ هاد القصة هادي مؤلمة حزينة، بغيتكم تردوا البال من الصحبة. راه ماشي اي واحد تيقوا فيه. هي هاد القصة راها مكتابة، ولكن الانسان يرد البال. وهذه كانت القصة ديال اليوم. شكرا لكم على المتابعة، الى اللقاء.